على حاجه بس. ايه ده؟ بالفرقه الخسرانه. ايه ده؟ وصلي على النبي واسمعنا بدل ما يعملوا مع الاهلي. انا مالي بال11 لاعب، انا مالي انت مدرب. انا طب اديني بقى راحتي. لا العب يوم الاحد. ملهاش علاقه براحتك. لا يا حبيب ملهاش علاقه براحتك يا جدع بقى. بطلوا بقى ده طالما ما لعبتوش كوره والنبي ما توجعوش قلبنا. لا ملهاش علاقه بالكوره. لا ليها طبعا. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم في فيديو جديد. ما تنساش قبل ما نبدا في اي حاجه تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، وقبل كل ده تصلي على النبي. بعد فوز النادي الاهلي بخماسيه على غزل المحله، كل الناس كانت سعيده الا شخص واحد، وهو الكابتن رضا عبد العال. كان متضايق جدا من فوز الاهلي بخماسيه، وكان عاوز يقلل من مستوى الاهلي ويقلل من الفوز ويقلل من الفرحه باي طريقه. طبعا انا وانتم متعودين منه على كده، وطبعا متعودين ان احنا لازم نرد عليه. فيلا بينا نشوف الكابتن رضا قال ايه. بس ده ما يمنعش ان النهارده دونجا عمل. يا عم هو بيلعب في حد؟ لا ده فرقه مع كل الاحترام. لا اسمعني. لا اسمعني انت. وعملت اداء هايل قدام الزمالك. بتدافع بس. ايوه طب ما تدافع وانا مالي. امال اعمل زي البلديه وافتح الخطوط لا واشيل 5 في الاخر يا كابتن رضا. يا حبيبي البلديه دي وضع خاص. الترز اللي بينظم هو ده السبب في الموضوع. البلديه لعبه يوم الثلاث مع المصري صح؟ كانت هتلعب يوم الاحد مع سيراميكا. لا اجل الماتش، قدم الماتش ليوم الجمعه. ما حصلش. ما ترجع للجدول عشان يلعبوا الاهلي يوم الثلاث. واخد بال حضرتك؟ 3 ماتشات في 8 ايام. انت عارف لو الزمالك او الاهلي، ده الاهلي لما بيلعب ماتشين. كابتن رضا ده ليه علاقه. طبعا حضرتك لعبت كوره يا حبيبي. لا ما كنتش بلعب كده. ما كنتش بلعب. انت كنت بتلعب كل 20 يوم ماتش. ايوه ماشي. ما كنتش بلعب في 8 ايام 3 ماتشات. طيب ايوه ماشي. ما كانش فيه البطولات دي يا عم. انت معاه ولا ايه؟ لا مالهاش علاقه. لا ليها. انا لا معاه ولا ضد. ليها يا حبيبي. اسمعني بس يا كابتن رضا. بص ما كانش فيه حجم البطولات دي كلها يا حبيبي. علميا انت عندك لاعب يوم الثلاث، المفروض تلعب يوم الاحد. جه اليوم اللي تشوف الكابتن رضا عبد العال الهجاص بيقول علميا، ودي مصيبه بالنسبه لي. طب علميا بقى يا كابتن رضا، انت بالذات ما ينفعش تحلل كوره ولا تتكلم في الكوره خالص. ده كلام انا اللي بقوله لك. يعني الكابتن رضا بعد ما كان بيحلل ماتش الزمالك والداخليه، فجاه افتكر ان الاهلي كسبان البلديه 5، فقال لك استناني بقى انا اقول لك الاهلي كسب 5 ليه. ما كسبش 5 عشان الاهلي قوي، لا 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 لا. الاهلي كسب 5 لان بطوله الدوري متظبطه ان الاهلي يلعب مرتاح ويكسب كل الفرق دي. نظريه المؤامره تاني، نظريه المؤامره الكونيه شغاله معانا تاني، مش هتخلص. طب عشان ارد عليك في النقطه دي بس يا كابتن رضا، بالله عليك انت واي واحد بيتفرج على الفيديو، الاهلي محتاج يتاجل له ماتشات عشان يكسب بلديه المحله؟ ده نادي بلديه المحله نفسه نازل الماتش وعارف انه هيخسر. طبيعي يعني كواليتي اللعيبه اللي هنا مش زي اللي هنا خالص، فرق مستوى رهيب بين الفرقتين. فالاهلي مش محتاج مؤامره كونيه عشان يكسب المحله. وبعدين اللي ضايقني بقى ونرفزني بيقول لك ايه؟ علميا مفيش فرقه تلعب كل 3 ايام. ازاي يا كابتن رضا؟ الاهلي نفسه بيلعب كل 3 ايام. يعني الاهلي نفسه في بعض الاوقات بيضطر يلعب كل 3 ايام عادي يعني. ايوه بيشتكي من الاجهاد والاصابات، لكن اي فريق في الدنيا معرض لكده. فعلميا انت ما ينفعش تتكلم في الكوره كده. لو احمد عبد الرؤوف رسل 10 لعيبه وربنا كان زي ما 6 طب اقول لك على حاجه، هيشيل 6. هم مش قادرين، هم نازلين الملعب. اسمعني، ده علميا. لان هو احمد عبد الرؤوف عنده كام لعيب؟ 30 صح؟ الاساسي اللي هو بيلعبهم من اول الدوري لغايه دلوقتي هم اللعيبه دي. تمام. اللي لعبوا المصري، اللي لعبوا سيراميكا، اللي لعبوا الاهلي. فنازلين اصلا مش قادرين. هو اتغلب من سيراميك كام يا كابتن؟ 5-3. طيب يعني دخل فيه كام يا كابتن؟ ماليش دعوه. هو ايه اللي مالكش لا اسمعني بس. ما هو دخل فيه 5 تجوال برضه يا كابتن رضا. ايوه ان شاء الله. يعني ده بسبب ايه؟ سواء على فكره احمد عبد الرؤوف مدرب محترم جدا ومميز جدا. انت ما اختلفناش يا اسلام. انت دربت كابتن رضا. كابتن رضا مالهاش علاقه. هي التدريب مش كفته يابا. ليها العب يوم الثلاث والعب الجمعه. لا العب يوم الثلاث والعب يوم الجمعه. صعب. بال11 لعيب صعب. الكلام ده يعملوا مع الاهلي. يعملوا مع الاهلي. انا مالي بال11 لاعب. انا مالي انت مدرب. طب اديني بقى راحتي. لا العب يوم الاحد. ملهاش علاقه براحتك. لا يا حبيب ملهاش علاقه براحتك يا جدع بقى. بطلوا بقى ده طالما ما لعبتوش كوره ما توجعوش قلبنا. لا ملهاش علاقه بالكوره. لا ليها طبعا. كابتن رضا بيقول لك اللي ما لعبوش كوره ما يوجعوش قلبنا وما يتكلموش في الكوره. كابتن رضا انا عاوز اقول لك بس ان اللي بيدور كره القدم في العالم دلوقتي فيهم ناس ما لعبتش كوره، وهم انجح من ناس لعبت كوره. تعالى لي بقى في نقطه انك مصمم وبتدافع
عن نادي بلديه المحله وعن المدرب وعن اللعيبه ان هم مجهدين وان هو ما عندوش سكواد قوي ينافس بيه وان هم ما خدوش فتره راحه. عاوز اقول لك حاجه، اولا النادي نفسه ما اعترضش ولا المدرب ولا اللعيبه اعترضوا من الاجهاد اللي انت بتدافع عنهم بيه، ده اولا يعني هم نفسهم ما اعترضوش، فانا ما اعرفش انت بتعترض وبتدافع عنهم بالحرقه دي ليه. انا طبعا عارف بس انا بسالك يعني. وطبعا احسن رد يترد على الكابتن رضا في الحاله دي هو السؤال اللي اسلام ساله له وقال له لما نادي غزل المحله قوي قوي كده وكان محتاج بس راحه عشان يكسب الاهلي، قبل ما يلعب الاهلي خالص كان بيلعب سيراميكا وخسر منها 5. حضرتك كمحلل كبير مش شايف وجه شبه في الموضوع؟ مش شايف ان نادي غزل المحله مثلا محتاج دفاع كويس وحارس كويس بدل خط الظهر اللي عنده والحارس اللي كل ماتش بيشيله 5 اهداف؟ قال له لا، المشكله مش في اللعيبه، المشكله في الاهلي وفي تنظيم البطوله اللي بيدي البطوله للاهلي. هو مش عاوز يفهم، ومهما تحاول تقنعه مش عاوز يفهم. في نظريه مؤامره، مهما تحاول اللي فاهم نظريه مؤامره مش هيقتنع. على حاجه بس ايه ده؟ بس بالفرقه الخسرانه. ايه ده؟ وصلي على النبي واسمعنا بدل ما إيه؟ هو انت دلوقتي استنى بس، هو انت يوم الثلاث اللي فات تلغي ماتش الاهلي وطلائع الجيش عشان الاهلي ما يروحش مفرهد او قدام مديامه، فخايفين لان كان ساعتها لو الاهلي اتعادل او خسر. انا ايد اي قرار تاجيل لاي فرقه بتشارك في افريقيا، زمالك، بيراميدز، اشمعنى الدوري بتاعنا؟ لا استنى، ما الدوريات كلها شغاله، اشمعنى الدوري بتاعنا؟ يعني حلو يا كابتن رضا، وانا كاهلاوي ما عنديش حاجه اخاف منها. بتقول لي اشمعنى احنا بالذات والدوري بتاعنا اللي بيتاجل عشان الفرق اللي بتلعب في افريقيا؟ اشمعنى بقيه دوريات العالم بتلعب عادي هنا وهنا؟ اولا يا كابتن رضا لازم تكون عارف ان من بعد سنه الكورونا 2020 ومسابقه الدوري عندنا مش منتظمه. تاني سبب المفروض حضرتك كمحلل كبير وبتاخد فلوس تكون عارفه وراجل لعبت كوره وجوارديولا العرب، ان عدد الانديه في الدوري المصري كتير جدا ومحتاج يتقلل ل 14 او ل 16 نادي علشان بطوله الدوري تكون منتظمه. فعقبال ان شاء الله ما ننفذ الكلام ده ونقلل فرق الدوري ونظبط المسابقه زي بقيه دوريات العالم، ما تجيش بقى تقول لي هو ليه في التاجيلات، عشان ما ينفعش ابقى لاعب ماتش يوم الثلاث واسافر الاربع والعب الخميس. ده مش منطقيا يا كابتن رضا. انت نفسك كنت بتدافع عن المحله من شويه عشان لعب في مصر 3 ماتشات في 8 ايام. يعني انت مثلا من اول حاجه انت شاركت فيها اللي هو كاس السوبر اللي انت بتاع اسمها اتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه اتاجل ماتشات، واخد بالك؟ وجي بعد كده السوبر الافريقي اتاجل ماتشات. طب ما انت عندك بعد افريقيا احنا خرجنا من البطوله امتى؟ يوم 29 ولا 28؟ 29. طب ما لعبتش ليه الدوري بعدها يوم 2 ويوم 3/2؟ المؤجلات للنادي الاهلي خفت عشان ان بيرسي تاو وديانج اللي انت ما بتلعبوش ومجمده، خفت ان انت تبدا الدوري عشان ان ما حدش يقول لك فين بيرسي تاو. هو الاهلي يقف على لعيب؟ فكنت بدات الدوري وكنت مشيت، وكنت ساعتها جيت قبل ماتش اللي هو شباب بلوزداد وكنت عملت ماتشين للنادي الاهلي في الدوري، كان راح كسب بلوزداد. ماشي استنى بس، انت هنا هتقول لي ماشي ما لعبتش ليه ماتش بتاع طب ما نفس الطريقه يا كابتن رضا، طب ما نفس الطريقه يا كابتن. لا له علاقه، انتوا بتخافوا عشان النادي الاهلي يا اسلام. طب طيب يا كابتن رضا، الناس كلها بتخاف عشان النادي الاهلي وانت الوحيد البطل اللي ما بتخافش وبتقول الحقيقه. تعالى بس اناقشك في الحقيقه اللي بتقولها. انت دلوقتي قاعد تخترع حلول وتقول حاجات وابتكارات من عندك. طب ايه رايك يا كابتن رضا تقدم في اتحاد الكوره وان شاء الله يمسكوك لجنه المسابقات وبعمل اللي انت بتقوله ده؟ طالما الناس اللي انت بتنتقدهم مش قادرين يعملوا الكلام ده، روح انت اعمله وورينا شجاعتك وخلي الانديه كلها سواسيه. روح اعمل كده، ما تتعبناش احنا بآراء. وعشان الكابتن رضا يحاول باي طريقه ممكنه او لا ممكنه انه يثبت صحه كلامه، بيقول لك ايه؟ ان النادي الاهلي، شوف بقى التناقض، ان النادي الاهلي ما رضاش يلعب علشان غايب من عنده بيرسي تاو وديانج. حلو قوي، رجع في نفس الجمله قال لك ايه؟ هو النادي الاهلي هيقف على لاعب؟ طب ما تقول لي نفسك، يعني قول لي نفسك، طب هل النادي الاهلي بيلعب دلوقتي ببيرسي تاو وديانج؟ لا طبعا، بيقدم المستويات الخرافيه دي في افريقيا وفي مصر من غير بيرسي تاو وديانج. فاذا الابتكار اللي انت بتقول عليه مش موجود اصلا. ويا ريت بعد كده لما تيجي تستند على حاجه عشان تصحح بيها كلامك تستند على حاجه قويه شويه وما تناقضش نفسك في نفس الجمله، علشان احنا بنعرف نرد. بس كده يا اهلاويه، انا خلصت اللي عندي، والف الف الف مبروك على تاهل النادي الاهلي من دور المجموعات في بطوله افريقيا. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.